السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله فيديو جديد معاكم. انا عارفه ان انا الفتره اللي فاتت مقصره مع حضراتكم، منزلش فيديوهات كتيره، بس معلش كان عندي شويه ظروف يعني. فالحمد لله لازم بنتعدي الصعاب يعني ونرجع تاني نكمل تاني مع بعض ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده، النهارده الفيديو بتاعنا روتين مسائي، روتين في المطبخ كده. هنعمل عشوة حلوة جميلة كده معاكم، وبرضه هنعمل حاجة حلوة كده مع بعض. النهاردة فيديو جميل، فيديو كله بسيط كده وسهل، كله أكلة جميلة كده وعشوة جميلة كده، كلها خفيفة كده وسهلة. يلا هنبدأ مع بعض الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهنبدأ الفيديو بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. طبعا بدأنا كده نحضر في العشاء بتاعنا، عشاء كله سهل وبسيط كده زي ما انتم شايفين. ده مخلي اللفت انا عاملاه، شوف شايفين المية بتاعته جميلة ازاي. وده الزيتون اللي انا كنت عاملاه مع حضراتكم. والله يا جماعة احنا فتحناه ما كملش كام يوم. نازلين اكل فيه، شايفينه مستوي جميل زي الفل ازاي. ما قعدش معانا فترة كتيرة يعني، بسم الله ما شاء الله. الزيتون ده كنت عاملاه معاكم، ما خدش اي وقت خالص في التخليل، واكلنا منه على طول وحلو بقى زي الفل. والمخلي اللفت احمر وجميل يفتح النفس ازاي. كل حاجه بنعملها في البيت بسيطه وسهله كده علينا، بدون ما نكلف نفسنا اي حاجه. كلها حاجه بتعمل في البيت، كلها سهله ونظيفه، وبعمايل ايدينا ونظيفه وضامنين نظافتها. كده هنفضي بقى كده. طبعا هنطلع مخلل كده اللفت. وطبعا مخلل اللفت ده عامله فيه برضو، كنت عامله محشي فواخده قلب الكرنبايه عاملاها. طبعا احنا ستات بيوت شاطرين، بنختصر كمان وبننزل كمان، بنحط حاجات من البيت وبنوفر وبنعرف ندبر وامورنا زي ما انتم شايفين كده. يعني ده لفت وكرنب، وزي ما انتم شايفين كده ورق كرنب، القلب بتاع الكرنبايه. طبعا احنا ما بنعملهوش محشي، فبنستغله ونخلله زي ما انتم شايفين كده. وطبعا طلعت، كان عندي مرته كده جايبها لي، باخدها من ناس فلاحين يعني كده مع اللبن بتاعنا، مرته. وطلعنا جبنه. وطبعا هنحط فول ونجهز بنعمل بيض كمان على النار زي ما انتم شايفين كده. كله بعضه كده، كل سهل وبسيط كده، ما خدش اي وقت. عشوه جميله وتفتح النفس. يا سلام بقى يعني براحتنا كده، وتبقى عشوه حلوه كده، واللمه تبقى احلى. طبعا انتوا عارفين ان اللمه احلى من الاكل كمان يا جماعه. يعني لو اتلمينا مع بعض كده وقعدنا كلنا، بتبقى الاكله زي الفل. اللمه بتحلي كل حاجه زي ما انتم شايفين كده. وابتدي بقى انزل الفول ده، طبعا كنت جايباه من اول النهار يعني. فقلت بقى احضره للعشاء كده، وحطينا المرتة وجهزنا كله، وهنعمل البيض مع بعض. كله كده مع بعض، عشوة سريعة كده وسهلة، وروتين كله في المطبخ النهاردة معاكم. مفيش اي حاجة. طبعا احنا كنا في الغدا كنا عملنا اكل، كنا جايبين سمك مشوي ومش عارفه ايه وحاجات من دي يعني يا جماعه، وعملنا واتغدينا. بس الكلام ده من بدري، فجينا بالليل جوعنا بقى. انتوا عارفين ان الشتاء بيبقى الليل بتاعنا بيبقى طويل شويه وبنرجع نجوع تاني. فقلنا بقى نقوم نحضر كده عشوه جميله كده مع بعض، بمناسبه ان احنا كلنا مع بعض النهارده وفي لمه. فقلت بقى نعمل عشوه جميله كده وجامده كده مع بعض. زي ما انتم شايفين كلها حاجات من البيت، وكلها حاجات مفيش اي حاجة مكلفة، بس الاكل زي الفل. هناكله بسم الله ما شاء الله كده، بالهنا والشفا للي ياكل يعني. اكل جميلة زي ما انتم شايفين كده. عملنا طبعا البيض اهوت، قليت البيض وحضرت الجبنة، وحضرنا المرتة والفول. وطبعا المخللات اللي عندنا، وعندك طماطم هتقطعيها، عندك اي حاجة في التلاجة هتطلعيها، وهيبقى الاكل زي العسل. بصراحة يا جماعة اللمة هي اللي بتحكم على الاكل، مش الاكل، مش نوع الاكل. هي اللمة اللي بتخلي الاكل طعمه حلو. ممكن تبقى عاملة احسن وافضل الاكل واغلى اكلات عاملاها، بس مفيش لمة، ما بيبقاش طعم ولا حاسة بطعم الاكل، ولا حتى تعبك فيه بتحس بيه. زي ما انتم شايفين كده. خلصنا كده اهوت، قلينا البيض ونزلنا اهوت وحطينا الفول وجهزنا كله. طبعا الشيبسي، طبعا احنا يا بطاطس محمره يا شيبسي، فانا اختصرت المره دي، قلت بلاش احمر بطاطس. جهزت دلوقتي بقى الشيبسي. وطبعا جبنا طعميه، احنا عندنا في مطاعم يعني بالليل بتبقى شغاله، فجوزي كان جاي من بره فلقاها ريحتها كده عجبته يعني، فعد جاب من المطعم بالليل. هي المفروض ما بناكلهاش بالليل يا جماعة، بس هي ريحتها يعني خلته جاب منها وهو جاي. ماشي. ودي كانت عشوتنا النهاردة كده، عشوة سريعة كده بسيطة زي ما انتم شايفين كده. اكل بصراحة من الاخر يفتح النفس. هنتعشى كده مع بعض بقى كده، ونحمد ربنا على نعمة ربنا اللي احنا فيها ديت، نعمة
مفيش احسن من نعمة ربنا علينا، ربنا يديمها علينا يا رب. وقطعنا كمان طماطم وخيار اهوت، والاكله بقت زي الفل ومتظبطه 100%. بصراحه اكله يعني كلنا الحمد لله وشبعنا وحمدنا ربنا وخلصنا كده الاكل مع بعض بقى. بس فكرنا بقى بعد ما كلنا وتعشينا كده، شربنا الشاي وقاعدين بقى عند التلفزيون كده مع بعض اللمه الحلوه دي. طب ما احنا عايزين حاجه نحلو بيها. قلت بقى اقوم اعمل اي حاجه بقى كده. طب ايه اللي عندك يا ام يوسف عشان تعملي بيه حاجه حلوه النهارده؟ لقيت عندي لبن. طبعا كنت انا جايبه مع المرته، جايبه ازازه لبن فلاحين، ماشي زي ما قلت لحضراتكم ان الفلاحين بيجيبوها لنا يعني. وعندي رز طبعا موجود في اي بيت، وعندي قشطه، وعندي فانيليا، عندي حاجات كلها ممكن اعمل منها رز بلبن. قلت طب ليه ما اقومش اعمل شويه رز بلبن كده حلوين؟ طيب ما احنا بالليل رز بلبن هيبقى سخن. لا انا بقى بعمل ازاي يا حبايبي؟ بسوي الرز بلبن واخلصه واسيبه يهدى شويه بره، وعشان بياخد وقت في التلاجة فبدخله الفريزر، ما بياخدش نص ساعه، ما بيكملش، وتاكلي احلى رز بلبن زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا حطيت كوبايه رز على النار، غسلتها الاول كويس وحطيتها على النار وحطيت لها ميه كتير. يعني لو كوبايه رز بحط لها يا حبايبي يجي 4 ولا 5 كوبايات ميه، ماشي، ميه كتيره بيستوي الرز فيها لغايه ما تسيبيه يستوي ويفتح منك عشان ما يبقاش باين وظاهر في الرز بلبن. وابتدي بقى كده انزل بعد ما يستوي، اروح نازله باللبن واسيبه بقى يغلي مع بعضه. وطبعا بحلي بقى، ابتدي احلي بالسكر زي ما انتم شايفين حسب رغبتك وحسب ما بتحبي الحاجه، سكرها مظبوط او سكرها عالي، حاجه ترجع لك انت. وغليت كله بقى مع بعضه كده وحليت بالسكر وسبته يتظبط. طبعا انا عندي بقيه اللبن زي ما انتم عارفين يا حبايبي، انا ده كان 2 كيلو لبن او اكتر، حطيت يجي اكتر من كيلو او كيلو في الرز بلبن، والكيلو التاني او اقل شويه حطيته في اللبانه كده زي ما انتم شايفين. هغليه برضو عشان ما يسيبوش اي حاجه ويبقى مغلي، وادخله التلاجة عشان انا بشيل وشه. ماشي يا حبايبي، اللي بعمل منها القشطه زي ما انتم شايفين، او بسيحها اعمل منها سمنه زي ما عملت معاكم قبل كده في فيديوهات تانية. ودي طبعا معلقتين نشا اهوت، معلقتين نشا كده يا حبايبي، هقلبهم كده عشان هنزل بهم بالرز على الرز بلبن. بس بعد ما يغلي كده والرز يغلي مع الميه واللبن كويس، يغلوا مع بعض كده. وطبعا حليتهم بالسكر اهو زي ما انتم شايفين يا حبايبي. هنزل برضو بمعلقتين النشا دولت عليه عشان يمسك الرز بلبن شويه، يبقى كريمي كده وجميل زي الفل. وانا عاملاه معاكم قبل كده بفيديوهات كتيره منفصلة يعني بالتفصيل، الرز بلبن بنعمله ازاي عملته معاكم قبل كده. لو حابين تعرفوا الطريقة بالظبط يعني، ويرجعوا الفيديوهات بتاعتي هتلاقوها بالتفصيل. بسم الله ما شاء الله، واحلى طريقة رز بلبن احلى من المحلات زي ما انتم شايفين كده. وطبعا ديت يجي معلقتين برضو قشطة، طبعا دي مطلعه من الفريزر، انا بحوشها في الفريزر يا حبايبي عشان بعد كده بسيحها واعملها سمنة. طلعت معلقتين كده ونزلت بيهم بقى كده على الرز بلبن كده، واللبن والسكر والقشطة والمعلقتين النشا، وكله مع بعضه كده هو بيغلي. شايفين قوامه كريمي ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. ما انت لما تعملي الرز بلبن يا ريت ما يبقاش تقيل، يعني ما يبقاش رزه كتير. كل ما كان رزه كتير كل ما بقى مش حلو كده وكريمي. يعني احنا طبعا بناكل بره في المحلات اللي بره بيبقوا عاملينها كريمي كده والرز بتاعها قليل، وبيبقوا حاطين ايس كريم ومظبطينها كده والقشطه والحاجات دي كلها اللي بتخلي الرز بلبن حكايه يعني. فاحنا طبعا بنعمله كده في البيت، فما تكتريش الرز، ماشي، ويا ريت يكون مستوي كتير، ماشي. ونزلت برضو بشويه نص معلقه فانيليا زي ما انتم شايفين كده اهوت. واقلب بقى كله كده مع بعضه كده. هو طبعا بيغلي، شايفين القوام بتاعه. الافضل ان يبقى قوامه كده بالطريقه ديت، لا خفيف ولا تقيل، عشان لسه يا جماعه لما يبرد هيمسك شويه، مش هيبقى خفيف، هيتقل برضو شويه. اقلب كله كده مع بعضه زي ما انتم شايفين النهارده. طيب معاكم اهوت خطوه بخطوه، وعملته على النار خلاص اهوت. وهشيله بقى، هو غلى على النار كويس عشان خاطر لازم يغلي كويس عشان النشا. وابتديت بقى اجيب بقى البولات اللي هنزل فيها كده، احط فيها الرز بلبن زي ما انتم شايفين، وهسيبه يبرد بقى بره شويه. وبعد كده ادخله الفريزر عشان طبعا احنا مستعجلين، لان انا المفروض ده كنت اعمله من اول النهار. وده طبعا شايفين برضو حاجات من اللي بنجيب فيها من بره. حبيت برضو تعمل كميه كتيره واوفر من بره. لو عملنا بالطريقه دي هنوفر علينا اكتر من بره.
طبعا هسيبه يبرد بقى مع بعض كده، ومع السهرة بتاعتنا الجميلة كده هنكمل مع بعض. وده كان يومي معاكم، يوم بسيط وسهل كده كله في المطبخ كده مع بعض. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد. روتيني معاكم النهارده روتين خفيف وجميل، ربنا يجعله خفيف على قلوبكم كده يا رب، وينول اعجابكم الفيديو ده. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.